على إيقاع يوم الأرض وبتوقيت قطاع غزة، ينتظر الاحتلال مربكا وعاجزا ما ستحمله مسيرته. ورأت هذه الأوساط أن الرهان الأكبر هو الوساطة المصرية في انتزاع فتيل التصعيد، في ظل إصرار الفلسطينيين على الاستفادة من الفرصة المتاحة لفك الحصار عن قطاع غزة. وقد وضعت الأوساط في حال استنفار قصوى لمواجهة كل الاحتمالات. في الذكرى 43 ليوم الأرض الخالد، خرج الفلسطينيون في كل مناطق فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر بمسيرات وفعاليات أعقبت صلاة الجمعة في الأراضي المصادرة. قوات العدو اعتدت على المشاركين بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز بعد أن انتشرت في الجبال وبين أشجار الزيتون لمنع وصول المشاركين إلى البؤر الاستيطانية والحواجز، رافعين الأعلام الفلسطينية والسورية. يؤكد الفلسطينيون على مواصلة نضالهم وتضحياتهم في مواجهة العدو، ويؤكدون على أن قضايا الأمة العربية لا تتجزأ، وأن يوم الأرض هو يوم العزة والكرامة.